جاء اليوم المنتظر، اليوم اللي كنتظروا فيه مباراة البرازيل والمنتخب الوطني المغربي. المباراة اللي ما كينتظروهاش فقط المغاربة وإنما ينتظرها المحبون والحاقدون ايضا. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نتوقع التشكيله اللي غيدخل بها محمد وهبي واللي تكون ان شاء الله مثاليه وافيكاس باش اننا نغلبوا منتخب البرازيل. في حراسة المرمى ياسين بونو، وهذا الاسم طبعا لا غبار عليه. في الجهة اليمنى الكابيتان حكيمي، في الجهة اليسرى الحاج مزراوي، هذا في حالة ما كان واجد والإصابة مشات عليه. ما كانش غيكون أنس صلاح الدين لأنه شارك في التدريب الجماعية مساء أمس. أما إلا بقى حتى لك العمري فربما ستكون لدينا مشكلة كبيرة في الجهة اليسرى. في مركزي الدفاع بطبيعة الحال عيسى ديوب ثم شادي رياض اللي أبان على قوة كبيرة، نتمنى ويشكلوا ثنائية جميلة إن شاء الله. امامهما وفي مركز الوسط ميدان الدفاعي غنشوفوا بوعدي وغنشوفوا ايضا العناوي. اما في الهجوم غنشوفوا في الجهه اليمنى كجناح ايمن ابراهيم دياز، ثم في وسط الميدان المتقدم غنشوفوا اناحي، وفي الجهه اليسرى غادي نشوفوا رحيمي هو اللي غادي يعوضنا المصاب الزلزولي اللي نتمنوا له الشفاء ان شاء الله. كنظنش انه غادي يغامر بالطالبي ولا بالسباعي بحكم مازال ما شفناهمش نهائيا مع المنتخب الوطني المغربي. طالبي هذا اللاعب اللي هضرت عليه فيما سبق واللي ما كتعطاش فرص كبيره مع المنتخب، لا اظن انه باش يزعموا يدخلوا دابا. اما السباعي فكنظن انه مستبعد حاليا. في مركز الهجوم او فيما بات يعرف الان بالمهاجم الوهمي غنشوفوا الصباري بطبيعه الحال. هذه التشكيله اللي ذكرت طبعا هي بخطه 4-2-3-1، لكن لا ننتظر من وهبي انه باش يلعب بها طول المباراه، وهو ما اقره البارحه في الندوه الصحفيه، واللي قال ان خطه اللعب عنده كتغير على حسب مجريات المباراه. لهذا نقدروا نشوفوا 4-2-3-1، نقدروا نشوفوا 4-3-3، نقدروا نشوفوا 4-1-4-1، وذلك على حسب مجريات المباراه. قولوا لي نتوما شنو كتوقعوا في التشكيله وما توقعاتكم ايضا للمباراه. بطبيعه الحال نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، وانا كنتوقع اننا غنفوزوا او غنتعادلوا، الخساره جد مستبعده ان شاء الله.